السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بيصبح وبيمسي وبيحيي كل إخواته. يا مساء السعادة والروقان على كل متضايق وزهقان. يا رب تكونوا بخير وطيبين وبسعادة ومبسوطين وأشوفكم دايما فرحانين، وعلى كل غالي يا رب تكونوا مطمنين. قولوا يا رب أمين. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، شفعنا يوم القيامة بإذن واحد عن أحد. طبعا النهاردة أنا جاي أتكلم عن وفاة الفنان الشعبي الفنان المصري أحمد عدوية، اللي هو رحل عن عالمنا النهاردة. وطبعا مع رحيله الناس بتفتكره بالرحمة، وفي ناس بتفتكر الأعمال بتاعته سلامة أم حسن وزحمة يا دنيا زحمة ومولد صاحبه غايب وكرشدنجي دبح كبشه والصح ده حنبو وغيرهم وغيرهم وغيرهم. أغاني اتشهرت في الفترة اللي كان فيها زمن الكاسيت، اللي هي فترة السبعينات والثمانينات، وممكن يكون كمل للتسعينات بس مش قوي. اتشهر بيها والناس حبته، حبت اللون اللي هو قدمه، خصوصا إن اللون ده كان تحديث وتطوير للأغنية في مصر أو الأغنية الشعبية بشكل عام، وإدخال بعض الكلمات والمفاهيم اللي فيها ناس حبتها وفي ناس ما حبتهاش واختلفوا واتفقوا. هو لون وتقدم، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. لكن هنقول ايه بقى؟ يعني في ناس طلعت تتكلم ان هو افسد الذوق العام وكل واحد حر في رأيه يعني. وفي ناس قالت لك لا، ده حدث الأغنية الشعبية أو الأغنية بشكل عام، ودي برضو يعني رأي يعني يحترم، ده أو ده يحترم برضو. لكن هنقول يعني إن الفنان ده ما ننكرش إن هو نجح نجاح محدش نجحه في مصر، خصوصا ان مفيش حد زيه في الوقت الحالي يعني. وهو راح للي خلقه يعني، انتقل للرفيق الأعلى. وبرضه لو هما في التمثيل أو الأداء الحركي عندهم أحمد عادل إمام، قصدي سوري. عندنا أحمد عدوية في الغنى، هو يعتبر حريف يعني، كل مجال ليه حريف. وطبعا انا عايز اقول من خلال الفيديو ده، ادعوا لاخواتنا العزاز في كل مكان، ربنا ينصرهم وينصفهم، وربنا يرحمنا جميعا ويحسن الخاتمة. دينا بنقول اهو الراجل كان حاجة وسبعين سنة، تقريبا 79 سنة، وهو بيعاني مع المرض، والموت ممكن يجي لك فجأة يا باشا. فاتقي ربنا في يوم، ممكن يجي لك في أي لحظة والتانية ومتبقاش موجود على أهل البسيطة دي، وتتخطف كده وتلاقي نفسك ما حضرتش اليوم ده. فربنا يحسن الخاتمة. والله الواحد بيتكلم خايف من يوم زي ده يعني. فربنا يحسن الخاتمة، وربنا يصلح حالنا جميعا، وربنا ينصف اخواتنا العزاز الغاليين علينا في كل مكان. و... ومتنساش انك انت تقاطع المنتجات بتاعت اللي ما يتسموش اللي بيدعموا ولاد الحرامية. ومتنساش انك انت تتكلم على اخواتك العزاز في كل مكان، مش لازم اقول المكان والعنوان والزمان واي حد بعينه. انت فاهم بقى يا باشا، الموضوع بقى متسيط. وطبعا ما تنساش تدعي لهم بالنصر والتوفيق، وربنا ينصرهم على أعدائهم وأعداء ربنا. واللي بيصفي الإنسانية ما بيبقاش إنسان، وما بيبقاش بيحب ربنا يعني. أكيد عدو الله يعني، ربنا حرم النفس يعني، قتل النفس حرام. فما بالك بقى أنفس كتير بتروح حرمتها من حرمة الكعبة يعني. وطبعا يعني اعذروني على اخطائي، والله الواحد جاي بيتكلم بالعافية، الواحد تعبان، بس حبيت ان انا اثبت وجودي بالفيديو ده واطمنكم عليا. واشوفكم في الفيديو اللي جاي. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك، فعل الجرس، لايك، وراك في تعليق، شير. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. والفيديو ده لطيف ظريف، ما فيهوش اي حاجة الا دعاء بالرحمة للفنان أحمد عدوية أو الإنسان أحمد عدوية، وبس كده. الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله هيبقى فيها ضحك. ربنا ييسر لنا الحال ويظبط أحوالنا والمود بتاعنا والمزاج بتاعنا، وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام يا أخواتي.